السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وسعادة. النهاردة يا جماعة هتكلم معاكم عن موضوع يخص العلاقة بين الله سبحانه وتعالى. وليه أنا حبيت أتكلم النهاردة في الموضوع ده؟ وبرضه سامحوني في موضوع الصوت، أنا عارف إن الصوت بيوصل مش واضح، بس سامحوني إن شاء الله الحاجات دي كلها هتتظبط بإذن الله. الموضوع اللي أنا جاي أتكلم فيه النهاردة وسمعت من ناس كتيرة لدرجة انه انا برضو عشت الحالة دي وما زلت فيها بصراحة. اولا احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا في فهمنا لربنا، ولازم نعترف بكده. عندنا مشكلة كبيرة جدا في فهمنا لربنا. اول ما بنسمع الله سبحانه وتعالى ونسمع يعني علاقتك بربنا وانت ازاي تقرب من ربنا وتحاول ان انت تقيم حدوده في الارض. احنا كل الحاجات دي عارفينها، بس عندنا حاجة كده خلل بسيط جدا. طبعا الجنة والنار حق، محدش يقدر يقول غير كده، بس المفهوم عن الله نفسه خطأ. ليه بقى؟ يعني شفت حالات كتيرة جدا، وانا برضو كنت زمان من ضمن الحاجة دي، من ضمن الحالة دي، الحالة اللي الناس كانت فيها. بس دلوقتي يمكن الحمد لله الى حد ما برضو رابطين بانه اي حاجة هنعملها ربنا سبحانه وتعالى هيدخلنا النار، اي حاجة هنعملها ربنا سبحانه وتعالى هيعاقبنا، اي حاجة هنعملها ربنا سبحانه وتعالى مش راضي عننا. طب تيجي تتكلم، انتوا بتفكروا كده ليه يا جماعه؟ انتوا بتعملوا كده ليه يا جماعه؟ يقول لك انا اخطات، انا اسرفت على نفسي. طب ماشي، انت اخطات واسرفت على نفسك وكل حاجه، انت ليه حطت الله العظيم سبحانه وتعالى في الاطار ده؟ ليه ما بتحطش ان ربنا سبحانه وتعالى هو الرحيم، هو الغفور، هو المجيب؟ اسماء الله الحسنى اللي هي باللطف والرحمه، ليه انت ما بتتعاملش بالاسماء دي وبتتعامل ان ربنا كل ما انت هتعمل حاجه هيعاقبك؟ على فكره هقول لحضرتك حاجه، في حاجه انا قبل كده سمعتها، اللي يعني ما اعرفش صراحه صحتها ايه يعني، بس انا بصراحه اقتنعت بيها. معظم الناس يا جماعه اللي بتعامل الله بالشكل اللي هو بيبقى فيه خوف وفيه كره، يعني وفي خوف من انه يقرب منه، وخوف انه يعمل ذنب، وخوف انه كل ما يعمل ذنب هيخاف انه ربنا يعذبه، والكلام ده بترجع بعلاقته ب... بابوه في الطفوله. ليه بقى؟ لما بنبقى اطفال صغيرين، اول حد احنا بنشوفه طبعا في الحياه هو ابونا. احنا ما ندركش معنى الله. الموضوع ده طويل بس هقول كده بسرعه. انا سمعتها من الدكتور عماد رشاد الله. احنا ما ندركش معنى الله. حتى في شباب كتير جدا منهم الحدوا بيبقى عنده مشكله كبيره جدا في علاقته بابوه، تبقى مشكله كبيره جدا الملحدين علاقتهم بابوه. احنا ما عندناش، احنا ما نعرفش الله سبحانه وتعالى. يعني لما تسال ابوك ربنا فين، يا يقول لك اسكت، يا يقول لك ربنا فوق، ما تنفعش تتكلم عن المواضيع دي. فاحنا بنشوف مين؟ الحاله المتجسده، ولله المثل الاعلى طبعا، بس انا عايز اقول لكم الحاله اللي بتحصل. بنشوف ابونا. ابوك لو بغيب ده الله بغيب، ابوك لو حنين ده الله حنين، ابوك نفس الموضوع. دي حاجه ما اعرفش صراحه صحتها يعني، بس انا اقتنعت بيها عن نفسي. والحاجه الثانيه بيبقى موضوع من انه ان ربنا يهدي المشايخ اللي هم وصلوا لنا الفكره دي. يا جماعه احنا يعني ربنا، بقول كلمه للمشايخ يعني، انتوا جزاكم الله خير، لازم تفهم يعني ايه الله. يعني ربنا سبحانه وتعالى لازم تفهم يعني ايه الله. يعني ربنا سبحانه، يا اخي ده ربنا يعني اجل واكبر من ان هو يعذبك وانت لابس سلسله. والله يا جماعه ما بتكلم على ان السلسله بتهون في امرها، ولا ان انت تلبس حاجه تغضب ربنا، مش بتكلم، بس بتكلم يا جماعه انت ليه ما بتعملش ان ربنا وما ذلك على الله بعزيز؟ يعني احنا ليه مش بنوعى بفكرنا؟ طب احنا لو ربنا بيعذبنا، والله العظيم انا لما ببص لنفسي، احنا كبشر لو ربنا كان، احنا ما فيش حاجه ما عملناهاش.
يعني احنا كبني ادمين اقسم بالله ما في حاجه ما عملناهاش، يعني الا ما رحم رب. الصالحين موجودين طبعا، بس خلينا نتكلم بصراحه. يعني ربنا مش قادر ان هو يستبدل القوم احنا يعني ويجيب ناس تانية طبعا، ولكن ربنا قال ولولا شيوخ رضع واطفال رضع ومش عارف ايه في الحديث لصب عليكم العذاب صب. ويا رسول الله بيكلم الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول له لو كنت فيهم انا مش هعذبهم، وبعد كده كانوا مستغفرين. يعني ربنا الهمنا الاستغفار. يعني في اسباب برضو، يعني الحياه مش يا اخي انت ليه يعني معلش بزعل ليه انت قانط من رحمه ربنا كده؟ ده في ناس والله العظيم مجرد ان هو يقول كلمه ويغلط يحسسك انه خلاص انه هو ايامته قامت وخلاص هو عرف مقعده من النار. لا يا عم، والله ربنا رحيم. ومش بقول لكم الكلام ده مسكن، بس فعلا احنا المفروض نسمع الكلام ده. خد اي حاجه بالدين، خد اي حاجه بالتقوى، خد اي حاجه بان الله معاك. احنا كلنا بنغلط ولكن نرجع. الانين بتاع العصاه ده زي المستغفرين، زي اللي هو بيستغفر يا رب انا اخطأت في المسألة الفلانية، يا رب سامحني، يا رب كذا، يا رب كذا. اتعامل مع ربنا والله بجد. وفي ناس كثيرة بتزعل، لا بس فعلا اتعامل مع ربنا بالمحبة. ناس تقول لك انتم كل حاجة محبة وبتقولوا محبة وما فيش عمل. يا سيد الفاضل احنا ما العمل مطلوب، ده من اركان الاسلام، ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر. ده من ركائز الاسلام. يعني واحد ما بيصليش ده امر طبيعي، احنا ما بنتكلمش في النقطه دي لان الحاجه معروفه، بس بكلمك انت علاقتك بربنا ما تبقاش العلاقه اللي هي مبنيه على الخوف، ما تبقاش العلاقه المبنيه على الكره. يا اخي ده انت لو ابوك، مش هقول لك ده ابوك، لما يجي يقول لك على مساله معينه انت بتسلم امرك الى الله. ويمكن اتكلمت قبل كده على موضوع التسليم. فلازم تعرف ولازم تتيقن ولازم تتأكد إنه ربنا يا حبيبي مش جايبك الحياة عشان يعذبك ولا يكدرك ولا ينغص عليك ولا يزعلك. ربنا جايبك الحياة لمحبة، لأنه هو خلقك من عدم، أنت ما كنتش موجود، خلقك لاختبار لهذه الحياة، فخلقك لمحبة. ولو معلش وفي حد بيجيب حد منطقة إلا إذا كان هو بيحبه. وما نسمعش للي يخوفوكم يا جماعة يقول لكم ربنا هيعذب، لا ما تسمعش منه. نفض طالما انت بتصلي وبتصوم، لا بتصلي وبتصوم وعلاقتك بربنا كويسه، سيبك من يقول لك جنه ونار وعذاب وحساب. الحاجات دي موجوده، بس هي بتتوصل لنا بفكره الرهبه والخوف، اللي هو انت هتتعذب يا عم، انت عليا النعمه، انت دلوقتي ربنا هيعاقبك ليه؟ انت قلت الكلمه الفلانيه. طب ما ربنا شرع توبه. انت مش هتنجح في حياتك، ده انت ما بتلبسيش كذا. طب ما ربنا شرع مغفره وشرع ان احنا نرجع له تاني. لولا تذنبوا وتستغفروا لاتيت بقوم يذنبون ويستغفرون وانا الغفور الرحيم. فمش هطول عليكم يعني. في نهايه الفيديو بجد اتعاملوا مع الله بالمحبه، وزي ما قلت لحضراتكم ما تسمعوش للي يقول لكم مفيش توبه ومفيش مغفره. الراجل قتل 99 نفس. اوعوا تسمعوا للناس اللي بيحبطوكم. واشوفكم على خير في فيديو جديد.